إعدام جماعي لكلاب معقمة في طنجة يشعل موجة غضب واسعة. أثارت عملية إعدام جماعي لعدد من الكلاب المعقمة بمدينة طنجة صدمة واستنكاراً كبيرين في صفوف السكان والناشطين في مجال الرفق بالحيوان. الواقعة سجلت في منطقة مالاباط الغندوري، حيث عثر على جثث كلاب مقتولة في الشارع، رغم أنها كانت تحمل علامات تؤكد خضوعها لعملية التعقيم، وهو ما يعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات المعمول بها. الحادثة أثارت موجة من الغضب، خصوصاً من جانب جمعيات حماية الحيوانات، التي طالبت مراراً بحلول إنسانية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بعيداً عن أساليب القتل والعنف. هذه الواقعة قد تسلط الضوء مجدداً على الانتقادات التي وجهت للمغرب من طرف منظمات دولية بسبب ما وصفوه بالمعاملة غير الإنسانية للحيوانات في الشوارع.